الاخطاء الشائعه اللي ممكن نكون بنعملها واحنا بنحط ميك اب واحنا مش عارفين؟ انت يعني بروفيشنال كميك اب ارتست، قولي لي ايه الاخطاء اللي ممكن نكون احنا بنعملها واحنا مش عارفين؟ اوكي، الحواجب مشكله، الفاونديشن مشكله، فيما عدا ذلك فيعني تمام. البلاش مثلا، في ناس كتير بتحب تحط بلاش في المنطقه دي. المناخير دي معروفه، لازم هنا الخدود والمناخير. طب ليه المناخير؟ يعني نرجع دايما للقواعد. هل البشره الصحيه بتبقى المناخير حمراء؟ لا، ده لما بنبقى في برد بتبقى المناخير حمراء بس، فلا نبعد عن المناخير. في كونتورنج كمان، ده اتس فيري ترندي وحاجه لطيفه جدا، بتنحت الوش وبتبين الخدود وبتظهر الملامح. لو في مناخير بنعمل لها كونتورنج، لو في مثلا دبل تشن او لغد بنخفيه، لو الوش مدور قوي بننحته، لو الوش مثلا مربع بنخليه اوفال او بيضاوي. الكونتورنج والهايلايتنج بنصح كل عروسه ان هي تتعامل بيه وتقرا عنه وتشوفه، عشان لما تتكلم مع الميك اب ارتست اللي هتعمل لها الميك اب بتبقى فاهمه هي بتقول لها ايه. ودايما بقول للعرايس، لاي واحده عندها ايفنت، تذاكري. يعني تذاكري ازاي؟ اقول لها جيبي مجله كده وادخلي على جوجل واكتبي ميك اب مثلا ريد كاربت ميك اب. لازم تذاكر، لازم تبقى فاهمه، عشان هي اللي هتختار. يعني من ضمن الجلسات النفسيه اللي بعملها مع العروسه قبل الفرح، بنقعد نتفرج على مجلات ونرغي، وده وحش وده حلو، عشان اعرف ايه اللي جواها اللي هي مش مكتشفاه. هي حابه ايه مثلا، ابقى حاطه لها مثلا 10 صور وبنتفرج والاقيها مش مهتمه بولا واحده، وبعدين ده معرفش ايه، فلفت نظرها، فده اللي جواها. بس ممكن تختار حاجه هي مش لايقه عليها. ما ده دوري بقى، انا بتدخل هنا ولا بس تقول لها لا، اللون ده بلاش.